السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أميرتي الصغيرة، سنتعلم اليوم مهارة جديدة من مهارات اللغة العربية، وهي مهارة تكوين كلمات مفيدة من حروف معطاة. أمامنا هذا السؤال من الكتاب المدرسي، وهو: نكون من الأحرف الآتية كلمات لها معنى. ولدينا الحروف التالية: حرف الباء، حرف الألف، الراء، الدال، الياء، الواو. أولا سنقوم بتحديد حروف المد، وهنا أود أن أطرح عليك سؤالا: ما هي حروف المد الثلاثة التي تعلمناها سابقا؟ أحسنت، هي الألف وهي الفتحة الطويلة، الياء وهي الكسرة الطويلة، والواو وهي الضمة الطويلة. ونحن هنا حددنا حروف المد الثلاثة بتحويطها. ثانيا سنقوم بتكوين مقاطع من حرفين مع تغيير شكل الحروف إن لزم الأمر. فمثلا نأخذ حرف الباء ونضع معه حركات المد الثلاثة ونغير شكله، فنقول با، بو، بي. نأخذ حرف آخر، حرف الدال، دا، دو. الآن حان دورك أنت، وأكملي باقي المقاطع. ثالثا سنقوم بتكوين كلمات من مقطع طويل مع صوت الحرف أو مع حرف واحد، فنقول مثلا باب. المقطع الطويل هنا با وحرف إب. أيضا بور، المقطع الطويل بو والراء هو الحرف. كذلك بير، دار، دور. أعطي أمثلة أخرى. رابعا سنقوم بتكوين كلمات من مقطعين طويلين، وهذه الخطوة تأتي بعد أن تتقني الخطوة السابقة، وهي تكوين كلمات من مقطع طويل وحرف واحد. فمثلا نقول بادي. هنا الكلمات تتكون من مقطعين، المقطع الأول با والمقطع الثاني دي. كذلك باري أو داري، هنا أيضا تتكون من مقطعين دا وري، فتصبح داري. كذلك دوري، باري، بابي. أعطني أمثلة أخرى أنت الآن. بارك الله فيك. انتهينا الآن من هذه المهارة بفضل الله سبحانه وتعالى. إلى لقاء آخر، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام.